ده برنامج سريع ومختصر ليوم عرفة، لأن ده هو أعظم يوم في الدنيا، فلازم نستثمره صح، لأن دي صفقة وبيعة جميلة جدا. يوم عرفة مش هنقعد نقول على حاجات بقى اللي فيه، عارفين انه يوم مستجاب فيه الدعاء، ويوم يعني خير أيام من طلعت عليه الشمس، وفي نفس الوقت اليوم ده يوم عظيم جدا، وإن خير الدعاء دعاء يوم عرفة ومش عارفة ايه الكلام ده خلاص قلناه. النهاردة بقى البرنامج التنفيذي ليوم عرفة، هنعمل ايه بالظبط في يوم عرفة. بص، عايزك كده تفهم الفيديو ده وتحفظه، لو عايز ممكن ابعتهولك عادي، اهم حاجة بس تبقى عارف كويس خلاص احنا هنعمل ايه. اول حاجة لازم نبدأ من الليل، هنصلي المغرب في الجماعة في المسجد، ولو كنت بنت هتصلي في مصلى، يعني مصلى في البيت عندك مع اهلك في الجماعة مع اخواتك البنات، والعشاء كذلك. وبقى هنحاول نصلي العشاء والفجر في جماعة في وقتهم علشان تكتب لنا قيام الليلة. وهنحاول على قد ما نقدر بقى انك انت تصلي قيام ليل، سواء بركعتين ووتر، او حتى لو خلاص يعني كبير في السن صلي وتر فقط، ولكن حاول على قدر الامكان انك يكون ليك حظ من الليلة دياتي. بعد كده بقى بعد الفجر هتقعد جلسة الشروق اللي هي تقريبا بعد الفجر لغاية بعد الفجر بساعة او ساعة ونص، وتقعد بعد كده تصلي 4 ركعات، يعني المفروض ركعتين الضحى اللي هم ثوابهم 360 صدقة في الأيام العادية. فأنت بقى ما بالك بقى بيوم عرفة ومش عارفة إيه، فلا خلاص بقى إحنا نصليهم دول مثلا 8 ركعات علشان نقدر نحصن نفسنا كويس. بعد كده بقى تبدأ من مثلا تروح تنام بقى شوية من الفجر، من بعد الشروق شوية كده لغاية الظهر، تصحى قبل الظهر تبدأ بقى يعني تبتهل وتهلل الله أكبر وتذكر الله بقى، تصلي الظهر في جماعة، تصلي طبعا في اليوم الواحد نصلي ركعتين قبل الفجر، وبعد الظهر قبل الظهر 4 ركعات، وبعد الظهر ركعتين، لأن في حديث عن السيدة عائشة إن اللي يصلي 12 ركعة في يعني في أي يوم عادي هيبني له بيت في الجنة، اللي هم السنن الرواتب 2 ركعتين قبل الفجر، و4 ركعات قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. دول اللي هيصليهم ليه بيت في الجنة. فانت تخيل تعمل حاجة زي كده في أفضل يوم من أيام السنة. وغير كده بقى صيام يوم عرفة ده أهم حاجة، لأنه بيكفر السنة اللي قبلها والسنة اللي بعديها. فأنا صراحة شايفها صفقة 100 يعني، لو واحد تاجر مش عارفة انت، هو يوم واحد هتتعبه يا معلم هتشقى، وأغلب الوظائف وأغلب الحاجات بتدي يعني اليوم ده أجازة. انت لو صاحب بيزنس يعني اليوم ده بكرة يوم عيد، يوم واقفة يعني، فحاجة خلاص منتهي منها يعني. فأهم حاجة تركز صدقني في اليوم دواتي، ومن الظهر للعصر تقعد بقى تكبر الذكر، تقعد تكبر وتهلل القرآن. حاول على قد ما تقدر، لو انت مثلا يعني قربت تختم حاول هوب شد حيلك يلا عشان نختم اليوم ده. وبعد كده بقى من العصر للمغرب دعاء يوم عرفة. بص اكتب واحفظ وشوف انت هتدعي بايه كويس جدا. لازم النهارده يوم مستجاب الدعاء، فما تضيعش الفرصه دي من ايدك. ادعي 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 لغايه ما تحس ان ربنا خلاص ماليش غيرك يا رب. بعد كده بقى بعد المغرب خلاص بقى صلينا ركعتين بعد المغرب كده، تروح تفطر فطار يسير، ترجع بقى لاهلك. حاول مثلا في اليوم ده ان انت تعتكف، مثلا حتى لو ما قدرتش في مسجد ممكن في غرفتك تقعد، لو كنت بنت في غرفتك ما تخلو بربك في اليوم ده. اليوم ده بتاع ربنا، هو يوم واحد، يا طلقة يا صابت يا خابت. فاللهم المستعان، واللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وبعد العشاء بقى خلاص بقى يبدأ بقى تجهز بقى وشوف بقى الدنيا بتاعتك ايه، وكل عام وانتم بخير.